الحياة غابة، يا تاكل يا تتاكل. عديم الضمير عايشين ازاي؟ في نوعية من الناس لما تتعامل معاهم تحس ان ضميرهم واخد اجازة طويلة. يمكن يكونوا ناجحين، يمكن يكونوا مرتاحين، بس السؤال الحقيقي هم ازاي عايشين وهم عارفين انهم بيأذوا غيرهم. عديم الضمير هو الشخص اللي ما بيهتمش بتأثير افعاله على غيره طالما هو مستفيد، يكذب، يخدع، يتلاعب بدون اي احساس بالذنب. ممكن يكون لطيف في الكلام لكن افعاله عكس كده تماما. وعديم الضمير في حياتنا اشكال والوان. صاحب الشغل اللي ما بيديش العامل حقه رغم انه قادر. حتى المحاماه رغم انها مهنه نبيله ولكن في دخلاء فيها عديم الضمير اللي بيوهمك انه بيدافع عنك وهو حسن سبالغ. الشخص اللي بيبيع حاجه فاسده وهو عارف ويقول المهم فلوسي، اللي يخضع عاطفيا او ماديا لمصلحته، ولما يتواجه يقول محدش غصبك، الكل بيعمل كده مش انا الوحيد. هم ازاي بيبرروا لنفسهم ده؟ الحياة غابة، يا تاكل يا تتاكل. الطيبة ما بتمشيش الايام دي، لازم تلعبها صح. بمعنى تاني بيقنع نفسه ان الصح غلط والغلط صح وضميره في خبر كان. طب دول تأثيرهم ايه على مجتمعنا؟ بينشروا مبدأ النجاح بأي تمن حتى لو كان التمن أخلاقهم. بيخلوا الناس تخاف من التعامل مع بعض لأن كل الناس بقت تشك في بعض. بيساهموا في انتشار الفساد لأنهم بيشجعوا غيرهم على نفس الأسلوب. طب إزاي أتعامل معاهم؟ ما تدهمش فرصة، ما تدهمش فرصة يستغلوك. لو حسيت إن حد بيلعب عليك ابعد فورا، واجههم بالحقيقة. أحيانا الصراحة بتخليهم يعيدوا التفكير. الخلاصة عديم الضمير ممكن يكسب دلوقتي لكن على المدى البعيد الناس هتبعد عنه، سمعته هتتدمر، وفي الآخر هيلاقي نفسه وحيد لأن حتى اللي استفادوا منه عارفين إنه لا يؤتمن. السؤال هنا لو كل الناس بقت بالشكل ده هنعيش إزاي؟ لو عجبتك ابعتها له، يمكن ضميرهم يبطل نوم. سلام.